بسم الله الرحمن الرحيم. ومعانا قائمة منتخب مصر عشان تصفيات أفريقيا 2025. ونبتدي بحراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء. يبقى كده الرابع مصطفى مخلوف، وميشيل يانكون مدرب النادي الأهلي هو مدرب حراس المنتخب. قط حرفيا ستوب يا ابني. كابتن حسام، في حراس مرمى تاني. انت خدت ثلاثة من الاهلي، فاضل لك الرابع. انت خدت الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، فاضل لك مصطفى مخلوف وهو لاعب برضه، يعني ممكن تضمه. مهدي سليمان يعمل ايه؟ في حاجة غلط يعني. هنقول ايه؟ يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من استوديو الكورة وحلقة الإعلان، ونتكلم عن قائمة منتخب مصر. بس قبل ما نبتدي ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل شير، ولو أنت مش مشترك في القناة تشترك عشان يوصلك كل جديد من استوديو الكورة. واسمحوا لي استعين بالموبايل عشان أشوف القائمة بعيدة شوية، فيها تفاصيل كتيرة، وخلينا نفصصها مع بعض، لأن في ناس كتير قوي مش موجوده والموضوع غريب، وفي ناس كتيره غريبه موجوده ما تفهمش ليه. الله اعلم يعني، ربنا يستر. يعني قائمه بعنوان استرها معانا يا رب، حرفيا مش بعنوان اي حاجه تانية. خلينا نشوف التفاصيل، يعني خلينا ناخد مركز مركز نتكلم فيه. حراسه المرمى عندنا محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزه علاء. طيب بالراحه، ابقى معاك منطقي في الشناوي قولا واحدا. مصطفى شوبير معاك. المهدي سليمان الراجل تألق. حمزة علاء ختم من الأولمبياد بكارثة. متفقين؟ طيب عندك محمود جاد، عندك وارد صبحي مش عاجبك قوي، في محمد بسام، في اسامي كتيره قوي تعبت واجتهدت في الدوري السنه دي، على الاقل حقها ان هي تبقى موجوده. انما ان انت تاخد ثلاث حراس مرمى من النادي الاهلي، مع الاحترام للكل، انت مصطفى شوبير ما حدش هيختلف معاك، محمد الشناوي ما حدش هيختلف معاك، والطبيعي ان محمد الشناوي هيبقى الحارس الاساسي، وكلنا عارفين الكلام ده عشان خبراته. انما انت تدخلنا في شويه بلبله وازمات على حارس انا وانت عارفين ان هو هيبقى الرابع. تشجيعيا وارد، بس لسه اساسا الراجل مستقبله مش لسه مش محدد، سواء بقى استكماله مع النادي الاهلي ولا عايز يرغب يطلع اعاره ولا فين. مش هنتكلم، خلينا نسكيب الخطوه دي ونخش على خط الدفاع. خط الدفاع في شويه كوارث، يعني بوم بوم الله اكبر. يعني خلينا نبتدي. احمد حجازي مش هنتكلم، راجع من اصابه، بيلعب في يلو في الدرجه الثانيه مع نيوم، بس مش هنقول لاحمد حجازي قامه كبيره. رامي ربيعه اوكي، محمد عبد المنعم اوكي، احمد رمضان بيكهام اوكي، خالد صبحي نور اجتهد مفيش مشكله، محمد هاني اوكي، محمد حمدي انبي ما عندوش خبرات دوليه، لعيب واعد، بس عندك محمد حمدي بيراميدز هو اللي بيلعب اساسي السنين اللي فاتت، مش موجود في القائمه اصلا. طب تعالى بقى، خد بقى الكارثتين بالنسبه لي. انا ما عنديش مشكله في اللاعب، عندي مشكله في توظيفه. تمام، كلنا هنتفق على الكلام ده. محمد شحاته حطه في الدفاع، يعني انت حاطط تتصورك يا كابتن حسام ان محمد شحاته لما لعبه ميكيل اضطراريا كباك يمين مش في مركزه، وحصلت مصايب في ماتش السته لان الراجل مش قادر، فانت واخده باك يمين. ايه؟ طيب احمد نبيل كوكا الراجل بيلعب ديفندر ومعروف، لما وظفه ميكيل اضطراريا ويبدل كباك شمال عشان ما عندوش لعيبه، انت واخده كمان باك شمال. يا نهار اسود. طب ايه ده؟ احنا لسه في الدفاع. تعالى تعالى، طب نكمل نقف في الدفاع نشوف مين مثلا ما دخلش. محمود مرعي الراجل مكسر الدنيا مع بيراميدز، احمد سامي مكسر الدنيا مع بيراميدز، عندك يا سيدي محمد حمدي الباك الشمال الاساسي معاك فترات طويله، عمر كمال المتالق الراجل اللي بيلعب يمين وشمال ووينج وفي كل حته. طب ايه يعني؟ في لعيبه كتيره مش موجوده. سيبك من كريم فؤاد اللي اتصاب ومش مركزه ومتالق، في حاجات كتيره مش مظبوطه، الموضوع مقلق. في لعيبه تالقت في الدوري وكان حقها تبقى موجوده مش موجوده. طيب عمر فايد ما فكرتش فيه، اشمعنى يعني؟ عشان الغلطه اللي عملها، مع انه راجل برده قوي. حسام عبد المجيد ما فكرتش فيه، انت اخدت اللعيبه اللي لعبت في مراكز الطريه مش في مركزها. ربنا يستر. خط الوسط محمد النني مش هنتكلم طبعا، يعني اداء حكايه من النني. حمدي فتحي، مروان عطيه، امام عاشور، نصر ماهر، عادي مفيش مشكله. الراجل ما كانش في احسن مستوياته الفتره الاخيره، كان بادئ متالق، بس برضه نصر ماهر يستاهل حريف واثر مع المنتخب في الماتش الاخير. زيزو مفيش كلام، تريزيجيه، مرموش، محمد صلاح، مصطفى فتحي، ابراهيم عادل. مش هقول لك حاجه، بس في لعيبه لازم نعمل هايلايت عليها. سام مرسي ايه مصري هو مشكله بيتكلم انجلش، يعني الراجل ما بيتكلمش عربي كويس، فالدنيا صعبه. راجل كابتن فريق في الدوري الانجليزي الممتاز، كان الكلام ان هو درجه ثانيه، دلوقتي الراجل بقى في الممتاز وعامل شغل كويس. ليه مش في الحسابات؟
طب قفشه ما تفكرش فيه ليه؟ حسين الشحات اللي مكسر الدنيا ما تفكرش فيه ليه؟ في حاجات علامات استفهام. قراراتك والله وانت راجل ادرى. تمام. طيب مصطفى محمد قولا واحدا. تعالى بقى في اسمين. محمد الشامي، يعني لو انا اسف يعني لو واخد عليك اصالات يا كابتن حسام مش هيبقى بالطريقه دي. يعني محمد الشامي ايه المميز فيه انه يتاخد على لعيبه كتيره مهاجمين؟ محمد شريف هو ولا محمد شريف؟ بلاش. كوكا مش عايزينه، ما محترف راجل جامد، بلاش. يعني في اسامي كتير يا جماعه، يعني مش منطقي. كهربا احسن اكيد. يعني قولا واحدا في لعيبه بالهبل احسن من الشامي، مع احترامنا ليه، بس يعني الراجل ايه اللي اضافه؟ طيب اسامه فيصل كان شاللنا وشال مصر كلها في الاولمبياد. ايه الاضافه فيه انه يتاخد مثلا على حساب لعيبه زي كهربا زي محمد شريف؟ يعني في قرارات. يعني خلينا نتكلم ان الموضوع هيتصعب. التشكيله لو هنيجي نقول مثلا من الملعب اللي موجود هتلعب بالشناوي ومحمد هاني يمين، وهتلعب بحجازي وعبد المنعم ورامي ربيعه وعبد المنعم. هيبقى عندك الباك الشمال فيه مشكله، هتلعب بمحمد حمدي انبي، هتبقى كارثه. الولد حلو بس ما عندوش خبرات دوليه. ولا هتوظف بقى كوكا ولا هتوظف بيكهام مضطريا من قله الباكات. طيب عندنا نص الملعب اكيد هيبقى حمدي فتحي ومروان عطيه، او حمدي فتحي والنني وامام عاشور صاد قدامهم. والوينجات عندك هتوظف زيزو مثلا وتريزيجيه وصلاح ولا مرموش. الدنيا ما فيهاش مشاكل. ومصطفى محمد كل اغلب المشاكل هتبقى عندك في الملعب في حته ان ما عندكش باك يمين بديل قوي، هيبقى عندكش باك شمال قوي. مشاكل جوهريه. فانت في لعيبه كانت تستحق وما راحتش، انما انت هتعتمد على التشكيل الاساسي بس هيبقى عندك صعوبه في البدايل خصوصا في خط الدفاع. ماتش كاب فيردي، كاب فيردي قويه هجوميا، فكاب فيردي وبتلعب على الاطراف، فانت هتروح في نصيبه بسبب ضغط الاطراف. فانت وارد تكلفنا الماتش او تكلفنا التعادل في الماتش بسبب اختيارات الباكات. محمد هاني لو حصل حاجه ملوش بديل، ومحمد هاني بغزاله، يعني وارد يبقى توب فورم وارد يبقى مريح يعمل لك مشاكل. فانت لازم يبقى عندك باك بديل قوي. طب باك الشمال انت ليه بدايل شاب صغير؟ وبدال ما تاخد محمد حمدي على الكبير بتاع بيراميدز، على الاقل هيبقى جاهز وعنده الخبره حتى لو مش في التوب فورم بس عنده خبره الاحتكاكات. وخد محمد حمدي انبي بديل مفيش مشكله، بدل ما احنا معتمدين على بدايل اللعيبه اللي بتاعت خط النص محمد شحاته وكوكا. انت لعيبه خط نص وعندك تخمه في خط النص. يعني انت عندك حمدي فتحي ومروان عطيه والنني وامام عاشور، وعندك مولد في خط النص. يعني دول مش هيلعبوا في خط النص معاك، واخدهم كان انت توظفهم في الباكات وما كانوش احسن حاجه. الاثنين هيجي جوان بالهبل في ماتش المغرب منهم، يعني قافلين الاولمبياد باداء صعب. فجاي تحطهم ترميهم في النار في ضغط، او وارد تضطر انك تحتاجهم او انت هتاخدهم تحرقهم على الدكه. ففي كل الاحتمالات القايمه مش مبشره. التشكيله الاساسيه مضمونه ومعروفه، بس الجو العام ما تفهمش. يعني ربنا يسترها. القايمه بعنوان ربنا يسترها معانا. عندنا ماتشين ورا بعض اقوياء مش سهلين، والبدايه مع كاب فيردي وهنلعب يوم 6 معاهم، يوم 6/9. معسكر المنتخب يوم 1، يعني ما فيش وقت قبل ما يتجمع لعيبه يوم 1، وفي اللعيبه المحترفين هيجوا يوم 2. فانت ما عندكش وقت، هم 3 ايام تلم فرقتك وتظبط تشكيلتك ودنيتك. ومش هنقبل اعذار، واتحاد الكوره مستني لك الغلطه يا كابتن حسام عشان تبتدي تخش اساسا في قصه ايه؟ في قصه ان انت عندك هيرفي رينار جاهز لك ومكلي وجاهز لك. فانت لو وقعت في ماتش الاثنين محدش هيسمع عليك، ودي اختياراتك بقى. ما تقولش ان حد فرض عليك كذا. هتيجي في ماتش رياضات ومحتاج لا قدر الله مصطفى محمد حصل حاجه، هتحط مرموش. طب لو مرموش بيلعب اصلا وهتيجي توظف حد تاني او مرموش مش جاهز، هتنزل لنا الشامي في ماتش كاب فيردي في تصفيات افريقيا اللي احنا عايزين نخلص الماتشين عشان عندنا تصفيات كاس عالم لسه جاي وعندنا مولد. قراراتك يا كابتن حسام نتمنى التوفيق، ونتمنى التشكيله الاساسيه تبقى متكامله بدون ثغرات، ونعدي الماتش على خير او الماتشين اللي ورا بعض على خير، وربنا يسترها. القائمه من 27 عشان تتصفى 25 غالبا هيتشال حمزه علاء اعتقد من حراس المرمى مع لعيب تاني، وتتلم الدنيا على كده. ربنا يستر. القائمه في المجمل في اختيارات تحسها تجامليه، يعني تجميليه، يعني تسويقيه، وريفر بقى تقول عليها ايه. هي مش قرارات ان انت ال 25 لعيب عندك 25 لعيب زي بعض باستثناء صلاح اللي في حته ثانيه. اي حد يلعب مكان اي حد بنفس الكفاءه.
دي المنتخبات الكبيره. منتخب المغرب دلوقتي لما وصل مربع ذهبي في كاس العالم قطر، وشكل المنتخب عامه، اللعيب بيطلع مكانه ينزل مكانه لعيب هو على نفس الكفه نفس الوزنه، اللعيبه تقيله، لعيبه في المركز عندهم بديل واثنين وثلاثه بنفس الكفاءه. احنا ما نعتمدش ان انا عندي التشكيل الاساسي وربنا يستر، او العب بلعيب مش في مركزه اضطراريا. طب ما اختار لعيب في مركزه، يعني ايه الصعوبه؟ ما اكيد يعني في ضعف في بعض المراكز، بس عندك عمر كمال مثلا كان باك شمال باك يمين معاك وينج معاك، يعني حل ما اخترتوش، ولعيب دولي ولعيب قوي ولعيب بيفرق في الوقت اللي بينزل فيه ايا كان وفورمه. فحاجات كتيره ربنا يسترها ربنا يسترها ربنا يسترها على منتخب مصر، ونعدي الماتشين على خير يا رب ويسترها معانا ولعل الامور خير. في نهايه الحلقه لو عجبك الفيديو تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه لو انت مش مشترك عشان يوصلك كل جديد من استوديو الكوره. كنتم مع استوديو الكوره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.